مساء الخير، معاكم كريستين. والنهاردة هنتكلم عن أسباب الفشل في التسويق عموما، أو أسباب الفشل في المجال الأونلاين. مجال الأونلاين كبير جدا وأسراره كتير، بس قبل ما نعرف ايه هي أسراره، أو قبل ما نكمل في أسرار التسويق الأونلاين، لازم نعرف ليه الناس بتفشل عموما من أول ما بتدخل المجال دوت، وما بتكملش فيه شهرين أو 3 بالكتير، وممكن ما تكملش أسبوع. مبدئيا كده اول حاجة عندنا اللي هي عدم وضوح الهدف. انت ما بتبقيش عارفة انت داخلة الشغل ده ليه. هل تجربة، ولا عايزة توصلي ويكون ليكي اسم في السوق، ولا عايزة مشروعك يكبر وتعملي محل كبير من شغل الاونلاين دوت، ولا عايزة تكسبي مبالغ مالية كويسة. اهم حاجة ان انت تبقي حاطة هدف واضح انت بتسعي ليه. تاني حاجة، وقبل ما نقول رقم 2، لازم تعملوا اشتراك في القناة وتدوسوا على اعجاب علشان نكمل مع بعض الحلقات بتاعتنا، ان هي فعلا هتفيدكم. رقم 2، ان معظم الناس مش بيشتغلوا بجد. يعني انا دخلت النهاردة اونلاين، تمام، حلو جدا. آه، مش هعرض منتجاتي، مش هذاكر منتجاتي، آه، مش هكلم الناس اللي حواليا ان انا ببيع المنتجات. طب انت داخله الاونلاين ليه؟ علشان تبيعي مثلا لنفسك؟ فدي من الاسباب التانية، ان انت ما بتبقيش داخله الشغل بتاعك بجد. رقم 3، بيبقى عندك خوف جامد جدا من الاعتراض من الناس اللي حواليكي، وان هما مش مقتنعين ان مثلا سين من الناس هتشتغل في الشغل الاونلاين، او مش مقتنعين ان المنتج اللي انت بتبيعيه دوت منتج فعلا مناسب ليهم، وممكن يشتروه منك وينفعهم. او مش مقتنعين اساسا ان انت بتشتغلي اونلاين في مبدئيا. دي من اسباب كتير قوي بتعمل خوف للشخص، ومن من الخوف دوت بيبتدي ان هو يوقف شغله. هقول لكم على حاجة، من أول يوم أنت هتشتغلي أونلاين هتلاقي أقرب الناس ليكي بيعترضوا على شغلك، أو بيخوفوكي، أو آه يعني بيتنمروا عليكي. لكن لو أنت عايزة تشتغلي فعلا بجد، خليكي دايما واثقة في نفسك. رقم 4، اللي هي عدم المتابعة الكفيلة بالمنتج اللي أنت بتبيعيه. انتي مش بتتابعي تطورات المنتج اللي معاكي، مش بتتابعي تطورات الشركة اللي انتي شغالة فيها، مش بتتابعي آم، أسس التسويق، مش بتذاكري، مش بتطوري من نفسك. ودي اللي هنتكلم عليها في الحلقة الجاية. عدم القدرة أو عدم المتابعة في المنتج، أو الكفيلة إن أنت تذاكري المنتج وتطوراته الأحدث منه. الحاجات دي كلها بتضيع الشغل أونلاين. يبقى هنقولهم الأربع حاجات دولت، والحلقة التانية هنكمل مع بعض بقية الأسباب. أول حاجة، إن أنت ما بتبقيش حاطة هدف واضح قصادك. تاني حاجة، مفيش شغل بجد من أول يوم. معنى أصح، مفيش واحد بيفتح محل يوم ويقفله 10. لا، ده عايز شغل، بالذات المحل. يعني لو شفتي محل بيبقى فاتح 24 ساعة لو مطعم، ليه؟ عايز يعمل زبون، عايز يعرف الزبون ان انا موجود، انا بالفعل بشتغل في المجال ده. رقم 2، الخوف من الاعتراض والتنمر على شغلك. مفيش حد بيسلم من التنمر، ومفيش حد بيسلم من الاعتراض، بس مش هنوقف حياتنا. رقم 4، عدم المتابعة الكفيلة بالمنتج اللي انت بتبيعيه، سوري. لازم تكوني متابعة تطورات المنتج اللي معاكي، الأحدث منه دايما. آم، تطورات الشركة اللي انتي شغالة فيها، ايه المنتجات الزيادة اللي هي نزلتها، وايه المنتجات اللي هي مثلا وقفت في بيعها. الأربع نقط دي، ولسه الحلقة الجاية هنكمل مع بعض الأربع نقط التانيين، مهمين جدا 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 ان احنا نتجنبهم علشان نقدر نكمل شغل اونلاين. تابعوني وانا معاكم في اي استفسار، وتحت امركم في اي تعليق. شكرا لكم.